بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء وحبايبي طلبة الصف الأول الإعدادي، رميساء حبيبتي وجنة وجنات وفيروز وكلكم حبايبي. النهاردة هناخد أول درس في الفقه الشافعي، وطبعا فقه الشافعي يبقى لازم نعرف صاحب المذهب الشافعي هو الإمام الشافعي. هناخد اسمه بعلامات سهلة كده إن شاء الله، عشان انتوا عارفين أنا بحب الأغاني والعلامات السهلة علشان بنسهل المعلومة بحيث إنها تثبت في الذاكرة الدائمة. يلا بينا. لو عجبكم الفيديو اعملوا شير مع اصدقائكم عشان يستفيدوا هم كمان. لما يقول لي عرف الامام الشافعي هقول له ايه؟ فقيه الامه سلطان الائمه محمد ابن ادريس. فقيه الامه سلطان الائمه محمد ابن ادريس. وعمري ما انسى اسمه محمد لان هو نسبه بينتهي الى جد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول لي الشافعي الامام الشافعي رضي الله عنه اسمه بينتهي الى جد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اول اسمه محمد. محمد ابن إدريس. محمد ابن إدريس فقيه الأمة سلطان الأئمة محمد ابن إدريس. هنحط ثلاث أسماء فيها عين: ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب. ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب. فقيه الأمة سلطان الأئمة محمد ابن إدريس، 3 عين: ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد يزيد. ابن عبد يزيد. بعد كده آخر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو فقيه الأمة سلطان الأئمة محمد ابن إدريس، 3 أسماء فيها عين: ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد يزيد. بعد كده آخر اسم النبي صلى الله عليه وسلم من ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولد فين الشافعي؟ فين؟ حط الفه النقطة اللي على الفه دي على العين تبقى غزة. شيل النقطة من على الفه حطها على العين تبقى غزة. ولد الشافعي في غزة. حط النقطة من على الفه على العين تبقى غين تبقى غزة. حط النقطة من الفه على العين تبقى غزة. ولد الشافعي في غزة سنة كام؟ 150 هجرية. 150 هجرية. 150 الألف اللي في الشفع دي والنقطة، وحط الفه دايرة كده يبقى 150 هجرية. يبقى فقيه الأمة سلطان الأئمة محمد ابن إدريس، 3 عين: ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبد يزيد. آخر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بقى جزء من اسم النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولد فين؟ حط النقطة على العين من الفه. حط النقطة من الفه على العين تبقى غزة. سنة كام؟ 150 هجرية. 150 هجرية. يلا يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم اعملوا شير. شكرا لكم، سلام عليكم.